انه اخي فكره رهان باسكال، يعني مشان ما بيعرف نقطه، انه يا اخي انا بكون مسلم وبصلي وبروح وبصوم وبعبد الله وطاعات وبلتزم وما بعمل معاصي، ما بسرق ما بزني ما بقتل ما بكذب الى اخره من هي الامور الحلوه الجميله الاخلاقيه اللطيفه. بعدين بموت. اذا كان طلع في الله فانا حفوت على الجنه واعمالي صالحه واموري بخير. اذا كان ما في الله فيعني ما خسرت شيء، انا عشت حياتي هيك صديقنا مش ما خسرت شيء، انا عشت حياه صالحه، عشت حياه رخيه هدوء الناس بتحبني والى اخره. بينما ديفيد هذا المتكبر المتعجرف اللي مفكر حاله فهمان، اذا كان مات هلا وطلع في الله تخوزه، تخوزه الزلمه لا عمل صالحا وكان كافر وعامل قناه على اليوتيوب قاعد عم يحكي بعرض الله كل الوقت. شفتوا المقارنه؟ المقارنه كثير حلوه كثير منطقيه، تبدو ظاهريا منطقيه والناس كلها بترددها صار لها 200 300 سنه. بيخلي الناس البسيطين يفكروا حالهم أذكياء. الميزة الأولى، إنسان بسيط التفكير بيفكر حاله فكر بطريقة نظرية اللعبة، هي تبع أنا بربح بطريقة صحيحة حسابية، هي الميزة الأولى تبعه. فالناس البسيطين بيحسوا حالهم أخذوا قرار ذكي. الميزة الثانية تبعه اللي هي بكل بساطة الراحة النفسية بسبب هي النتيجة. فعندنا ميزتين له، بحس الانسان حاله ذكي ونفس الوقت بيرتاح نفسيا. فخليني ابلش لك هلا بالمشاكل تبعه لريهان باسكال. المشكله رقم واحد يا صديقي مبنيه على فكره شو؟ مبنيه على فكره انك لحتى يشتغل ريهان باسكال لازم يكون دين واحد فقط اللي صح. طالما استوعبت انت انه في اديان اخرى بيسقط الرهان من اساسه. يعني انت فكر حالك شو قلت بالبدايه؟ انت قلت بالبدايه انه نحن ما عندنا غير خيارين لا ثالث لهما. خيار رقم واحد انه الله غير موجود وما في حساب وما في عقاب والاشياء غير موجوده، فانت ما بصير عليك شيء بهالحاله كمؤمن. والخيار الثاني انه الله موجود وفي حساب وفي عقاب وانت بتخسر كل شيء بحال اخذت هذا الرهان. هي المشكله الاولى اللي هي انت نسيانه في خيار ثالث صديقي، ممكن يكون في اله ثاني غير الاله تبعك. هي فورا بتهدد لك الموضوع كله من اساسه. انتبهتوا على نقطه انه هو يفترض اولا انه في either or، اما او، وكأنه نحن عايشين في عالم يوجد فيه فقط إله واحد بشريعة واحدة بتعاليم واحدة بطائفة واحدة، وديفيد ابن الكلب الملحد هذا أفكار. وكأنه هي أو هي، نسي انه هو يمكن هو نفسه يكون وقعان بطائفه غلط، يمكن جاره الشيعي اللي صح هو غلط، بيتخوزق بالاخير وقت بيطلع له الامام علي يوم القيامه، يمكن بيتخوزق بعدين وقت اللي بيطلع له ابو عيسى يوم القيامه بدل ما يطلع له الله يوم القيامه، يمكن يتخوزق اذا كان طلع بالتناسخ تبع الكارما واجت الكارما بعدين طلعته صرصور وطلعوا اخر شيء الهندوسيه هن الصح، بيطلع صرصور عم يركض بين البلدين. وين مفكر حاله نجح؟ انت عم تحكي بطريقه كانه الايمان ليس له تكلفه، ما في تكلفه للايمان، انت بس امن وما بتخسر شيء، يا بتزبط يا ما بتزبط. ففيني اقول مشكله رقم اثنين اللي هو التساهل بتكاليف الايمان. الايمان تكلفه كبيره كثير له صديقي، بتاثر على حياتنا بشكل سلبي. على سبيل المثال حكي لك انا كانسان وردان مسلم بمجتمع مسلم، اذا بنحكي فيها على مستوى الطفوله من وقت ما بنكون نحن اطفال، نحن كاطفال ربيانين عند اب وام متلقنين هذا الدين وبيمشوا على قواعد هذا الدين. واحده من قواعد هذا الدين انه علموهم على الصلاه في السابعه واضربوهم عليها في العاشرة. هي شغلة بسيطة، حنحكي رؤوس أقلام لشغلات تتراكم على مدى طويل. هي بالبداية أول شيء بتسمح للأهل يضربوا أولادهم، هي آلية سيئة لتعليم الأمور، وبنفس الوقت تأثر على الولد نفسه إنه يصير يخاف يعمل الأشياء لحتى ما ينضرب، أو ما يخاف يعمل الأشياء لأسباب جيدة، بخاف من الضرب. من بعدها عندك أنت بس ليكبر هذا الولد بهذا المجتمع عندك قوانين للدين، مين تكره ومين تحب. عندك أنت الله لعن الله المشككين والفاسقين والكافرين واليهود والنصارى والجاحدين، كلها اسماء وتايتلز بتشمل ناس كتير انت لازم تكرههم بالضروره لانه الله بيكرههم من دون ما انت تعرفهم لهدول ناس او تتعرف عليهم، فبيعلمنا نكره الاخرين بشكل اعمى. في عندك بس لتكبر انت وتصير عندك بصرت بعمر مؤهل انك تتزوج وتعمل علاقه مع زوجه، انت عندك نظره مكسوره للمراه بسبب التفاصيل تبع الدين بالمراه. شلون تنظر للمرأة؟ نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنما شئتم. شلون بدي احترم أنا كيان وأنا شايفه حرث لي معمول بأمر إلهي؟ من بعدها إذا أنا بطلب منه طلب ما بتوافق لي وبحق لي أضربها لحتى توافق على هذا الموضوع، خاصة طلبات الجنسية. من بعدها أولادي أنا بعاملهم بنفس الطريقة اللي أهلي عاملوني فيها لأنه هذا وراثي، هذا الشيء موجود بالدين. آمن وصلي وصوم وما خسرت شيء. لا يا سيدي خسرت. إذا أنت مآمن بهي البلاهة أنت خسرت، لأنه في احتمال كتير كبير إنك تكون غلط. وبتعرف إنه الفرق بيني وبينك لا يذكر. لمعلوماتك الفرق بيني وبينك نل، تقريبا صفر، لأنه أنت لا تؤمن ولا بدين ولا بطائفة ولا بإله ولا بمعتقد ولا بكذا إلا تبعك أنت، وأنا ما بؤمن فيهم كلياتهم بما فيهم تبعك أنت. يعني اللي بقي الفرق بيني وبينك إنه تبعك الرهان تبعنا صفى، أنت صح ولا غلط؟ شفت الرهان وين صار؟ شفت بدك تفكر فلسفه وين بتوصل؟ ما عاد الرهان انه انت بتكون صح انه انت بتكون اذا اعتمدت دينك لحتنجي يوم القيامه، او انت ما خسرت شيء.
الرهان تبعك بيوصلك لانه يا ترى دينك صح ولا غلط. رجعت للمربع الاول تبع البحث تبعنا اللي احنا كل مره عملنا هي الحلقه انه احنا بدنا ندور نفكر هنا. فهمت ليش هي الحلقه انا عملت؟ فهمت ليش احنا عم نحكي للشباب ونقول له شوف، لانه يمكن حضرتك مخوز او معلق انت وذاته بطائفه غلط، يمكن ذاته متبع انت شيخ غلط، يمكن انت ذاته متبع كذا غلط، انت مخوز او عم تقول له على ريهام باسكال يفكروا يطلع صح. المشكلة رقم 3 اللي هي عدم استيعاب شو معناه الإيمان أو التصديق. خلينا نقول الناس اللي بتحكي بهالطريقة تفكر انك الموضوع خياري. أنا فيك أخي، أنت فيك تصدق إنه الإله الله موجود وأرسل رسول وأبو هريرة صحابي وأتى بالأحاديث وأجل، فيك تفكر. ليش مالك مصدق بالأمور؟ الأمور ما بتشتغل هيك صديقي، ليس خياري الموضوع. انا ما فيني اختار، انا فعلا غير مقتنع بوجود اله او الهه، شو اعمل بحالي؟ اجبر حالي على الايمان؟ اخذ في ثاني يوم اقول خلاص بدي اقتنع بوجود هذا الاله وخليني امشي عليه؟ ما فيك. الاقتناع بالاشياء اما انك انت مقتنع لاسباب جيده او لاسباب سيئه، بالنهايه الاقتناع ليس خياري بيحصل. يعني انت جرب لحتى تعرف شو قصدي، جرب انت معي هلا قل لك القمر وراه القمر ما بدور بالمناسبه، هو هيك شغله ثابته، وراه في تنين مجنح وبدي اياك تصدق بهذا الشيء، تبلش من هلا تصدق معي بهذا الشيء. ما فيك. ليش ما فينا نشوفه التنين؟ لانه من وراء القمر هو. طيب اوكي خلص صدقتك، ليتس جو. نو، بده يحصل اما لاسباب سيئه او لاسباب جيده، لكن كخيار ما فيك تختاره. ناهيك عن انه انا هلا اليوم كانسان فعلا ملحد واخترت اني يكون مؤمن احتياطا، هل الله سبحانه وتعالى من يوم القيامه ما حيعرف؟ ما حينتبه؟ رح انا اتلاعب عليه لله يعني تبع منهم والله انا حافظ شي بيقولوا بالقبر وبكره الله بس ليسالني انت وش بقول له انا صار خلاص بنفذ؟ نو، الاله يفترض يعرف. فما فيك تزيف ايمانك صديقي. انه انت هيك مؤمن للاحتياط، انه انت مالك مقتنع بالله، معناتها انت عمليا مالك مقتنع فيه ولا بتعرف عنه شيء، وانت لا بحثت ولا عملت ولا لك عم تعمل الاشياء لانه هي صح، وانت مالك انت ما عم تعمل الامور الصح لانه هي صح، وانت مالك عم تمتنع عن المعاصي بين قوسين او انك تاذي الاخرين او لانه هي الامور غلط. هذا سالنا قبل شوي عن شو مرجعيتكم تبعات اللي هو يمكن نفسه او حدا اخر، لانه كثير دخلوا ناس مرجعيتكم الاخلاقيه. هي فيني بقى اذا بدي افتح هذا الكلام لبكره ما بخلص. مرجعيتكم الاخلاقيه كملحدين، انت مرجعيتك انه انت اخي انا متبع هذا الكلام من شان بركي بوليس التامين، بركي بعد ما متت طلع في الله فانه انا بفوت على الجنه. لا يا سيدي، لا رح تفوت على الجنه ولا رح تفرق، وبيني وبينك ما في فرق بكل القصه. انا وياك اكزاكتلي تماما مثل بعض احصائيا انا وياك ما اختلفنا عن بعض ابدا بهذا الموضوع. وانا اربط بهذا الاله انه يفوتك على الجنه وانت مؤمن فيه بهي السذاجه فقط، مو لانك انت لاي اعتبار اخر، بس لاعتبار انه اذا كان انا متت وطلع موجود فانه يفوتني على الجنه. او من شان هذا صديقنا الثاني اللي هو مؤمن بالله. ليش؟ لانه الله عم يعمل له مساج، عم يريحه، ريحني، لانه ريحك انت امنت فيه، والثاني امن فيه لانه مشان يفوت على الجنه. مصلحه، انتوا اثنيناتكم عاملين لي مصلحه، بزنس فاتحين القصه مع الله. انا عندي نظريتي الخاصه اللي هي اذا حابب عن جد انت تلعب الرهان الامن، الافضل انك تكون ايثيست برايي، الافضل انك تكون ملحد. لو كان اي اله موجود، الالهه بالعاده شو بتكره الناس اللي بتامن باله ثاني عدا ذلك. فانت حضرتك اخي فداء مسلم، وفي عنا الاخ رمسيس مثلا مسيحي، وفي عنا قصي ملحد. هذا الاله مين يعني انت بحذرك رح يكون عقابه اشد؟ إذا أنت إلهك مو هو يطلع الحاكم تبع الواقع ولا إله المسيحي، والملحد أصلا مو مؤمن بآلهة. هذا الإله لو افترضنا تبع الهندوس، مين حيعاقبهم أشد؟ للي آمنوا بوجود الإله الإسلامي وبنوا على ذلك، ولا المسيحي، ولا اللي قال لك أنا مالي مآمن بأي إله أصلا من أساسه؟ مين حتكون عقوبته أشد برأيك؟ فأنا هي نظريتي الخاصة، إنه إن كان فعلا هناك نوع من أنواع الآلهة، الملحد هو اللي حيكون الأأمن، الخيار الأأمن. لأنه شو ما صار معك على المالي، أنا ما كنت خاينك أنت يا مين ما كنت أنت أيها الإله، ما كنت خاينك وعابد إله تاني. نعم صديقي، نظريتك أنت بتنجح وبتزبط حصرا بوجود إله واحد هو يكون إلهك، ودينك يكون الدين الوحيد بالواقع تبعنا. لكن من سوء حظك هذا ليس الواقع. الواقع بيقول إنه في عنا قريب 4200 دين، وإذا بتمشي على الأديان الكبرى والمعروفة والمشهورة في عندك ما يقارب 25 دين. فالأمان اللي أنت شاعر فيه هو أمان غير مبرر.